ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه رامي صبري الجديده، اغنيه يمكن خير. لسه نازله كده حبه حلوين، يلا بينا. اغنيه رامي صبري الجديده اغنيه يمكن خير. الاغنيه يا جماعه هي من الالبوم الجديد، دي تاني اغاني الالبوم. الاغنيه من كلمات احمد علي موسى، ومن توزيع طارق توكل، ومن الحان رامي صبري نفسه. انا شايف حاجه تقيله، انا شايف ان دي اغنيه تقيله جدا من الالبوم الجديد. يعني اول اغنيه معايا هتبدع، هي حلوه وكل حاجه، وعملت لكم عليها ريفيو طبعا اللي شافها، والناس اللي هي الجديده اللي بتشوفني ادخل هتلاقوها قبل الحلقه اللي انا بعملها لكم دي. انا يا جماعه بصراحه شايف انها من الاغاني التوب جدا لرامي صبري، ومش مجامله في حاجه. الاغنيه يا جماعه تقيله قوي. انا شايف انها اغنيه يا جماعه بصراحه كلمات تقيله جدا. احمد علي موسى يا جماعه شاعر كبير جدا، يعني ده مبدئيا بيعمل اغاني يا جماعه بوم قوي. بقاله فتره كان غايب، بس عامل بعد كده بصراحه الفتره دي شغل جديد بصراحه يا جماعه ممتاز. انا شايف ان احمد علي موسى بيعمل يا جماعه كلمات دراما تقيله قوي، بيجيب الكلام يا جماعه اللي هو بيوجع، كلام تقيل. فيا جماعه هو الشاعر بصراحه تقيل، يعني ده مكسب لرامي صبري ولعمرو مصطفى ولاي مطرب بيتعامل معاه احمد علي موسى. فبصراحه يا جماعه هو مكسب كبير. الكلمات يا جماعه بصراحه كانت جامده قوي، الموضوع يا جماعه جامد بصراحه. خدوا بالكم من حاجه، يعني هي عايزه رامي صبري وهي بتاعته خلاص، هي لايقه فيه. وبصراحه مش هعرف او اتخيل انا اشوفها مثلا بتاعت حد تاني. يعني ممكن مثلا تسمع الاغنيه دي بتاعته وخلاص، ما ينفعش حد تاني يغنيها وراه. كلمات كانت قويه جدا. الاغنيه يا جماعه كلحن من رامي صبري بصراحه ابدع، عامل لحن قوي جدا في الالبوم وفي الاغنيه دي بالذات. اللحن ده قوي بصراحه من رامي صبري، هو اصلا يا جماعه شاطر جدا في الحته دي، هو ملحن ذكي وشاطر بصراحه جدا. رامي صبري بيعمل شغل حلو قوي، وما بيخيبش ظني بصراحه يا جماعه. لما بيعمل لحن في اغنيه بحس ان هو عنده كده اضافه، وعنده يا جماعه يعني اختيارات صح. هو رامي صبري كده يا جماعه، عشان هو من زمان اصلا كان ملحن. فرامي صبري يا جماعه تقيل برضه. طارق توكل يعني اشتغل مع اغاني كتير جدا لرامي صبري. كل الاغاني يا جماعه او اكتر الاغاني ناجحه اللي انتوا سمعتوها كانت بتاعه طارق توكل مع رامي صبري. فيا جماعه بصراحه التوزيع كان شددني جدا، كان من الحاجات بصراحه اللي كانت شداني جدا في الاغنيه. برضه يا جماعه الريتم بتاعها كان جامد قوي قوي، كان معمول بصراحه بالمسطره. انا يا جماعه بصراحه شايف ان الاغنيه دي من الاغاني الكامله جدا لرامي صبري، يعني من الاغاني المتكامله اللي انا اسمعها احس ان انا يعني بسمع كده وانا متكيف وانا مبسوط. بجد كان فيها شغل ممتاز، كان فيها شغل كتير جدا وملحوظ وباين بصراحه، فيها شغل عالي قوي. وبصراحه يا جماعه انا مستغرب من حاجه، انا كنت مستني ان انا اشوف الكليب بتاع الاغنيه زي ما شفت في البرومو، فلقيتها الاغنيه نازله برضو بالليركس بس. فدي كده يا جماعه تاني اغنيه لغايه دلوقتي شفناها بالليركس بس، ما شفتش برضو فيديو كليب جديد. يعني انا كنت شايف في البرومو بتاع الالبوم ان في يا جماعه لكل اغنيه كليب، ما عدا بس معايا هتبدع. كنت شايف ان في لكل اغنيه كليب، جيت شفت لقيت حاطط البوستر بس بتاع الكليب على الاغنيه. فمش عارف بقى فيما بعد هينزل الكليب لوحده ولا ايه، بس انا مش فاهم بصراحه الفكره دي. حاجه ضايقتني جدا، انا كنت داخل ان انا متشوق جدا اشوف الكليب ما لقيتوش. فمش مشكله، ان شاء الله تتعوض في الاغاني اللي جايه، او ممكن تنزل بعد كده كليب لوحدها، انا ما اعرفش. بس بصراحه يا جماعه الالبوم متسوق له كويس، في يا جماعه فكر كويس، في تطور في المزيكا، وفي كمان يا جماعه الحان. يا جماعه الالحان بتاع الالبوم فظيعه، اللحن بتاع الاغنيه يعني بصراحه يجنن. الاغنيه بشكل عام هي كويسه جدا وحلوه ككلمات ولحن وتوزيع. اقوى حاجه فيها يا جماعه بصراحه كانت الكلمات والالحان. التوزيع كان كويس وملائم نوعا ما مع الكلمات والالحان اللي اتعملت في الاغنيه. وانا يا جماعه بحيي كل فريق العمل بصراحه اللي عمل الاغنيه دي. انا بجد اتشوقت اكتر للاغاني اللي جايه بتاعت الالبوم، وعايز اعرف هتبقى عامله ازاي واسمعها كلها كده واحده واحده بروقان. فانا عايز اعرف رايكم في الكومنتات. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت سجلتوا بتشوفني اشتركوا وفعلوا زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في المحتوى اللي بقدمه اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم وعد ما تقدروا ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.